Hallo meine liebe Bruder und Schwester, wie geht's euch؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب ثالثة ثانوي، أهلا وسهلا بكم في الفيديو الثاني اللي أنا وعدتكم بيه في مراجعة ليلة الامتحان. النهارده هنشرح سؤال مهم جدا جدا جدا، وإن شاء الله هيبقى سهل جدا 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 على قناتكم وقناتنا دحيح ألماني. إيه السؤال بتاع النهارده يا هير؟ هنشرح سؤال اسمه تكست إرفاسونج. كلمة تكست يعني قطعة أو نص، تكست إرفاسونج اللي هو فهم القطعة أو سؤال القطعة. طيب القطعة في الامتحان عليها كام درجة؟ قال لي عليها 12 درجة، 12 درجة كاملين، عشان هما قطعتين وكل قطعة من الاثنين عليها 6 أسئلة وكل سؤال بدرجة. نصيحة بس في الأول خالص كده، وبنصح بقى كل الطلبة كلها، دايما تخلي القطعة آخر سؤال في الامتحان. هتسألني ليه؟ هقول لك عشان القطعة بتاخد وقت كبير قوي في الحل، فالناس اللي بتسرح في الحل ممكن تقعد ساعة ونص تحل في القطعتين، والامتحان أصلا مدته قد إيه؟ مدته ساعتين بس، قاعد يترجم في كل كلمة وبتاع مشغول، يبص يلاقي بقى نص ساعة في الوقت، يروح يكروت الامتحان كله في نص ساعة فيحله غلط. لا، انت حل الامتحان كله الأول، حل المقالي، حل المواقف اليومية، حل الجراماتيك، وخلي الوقت اللي بقى كله ده بتاع القطعة. طب انت خلصت الامتحان كله زي الفل ورجعت تحل القطعة، حلها ازاي؟ قال لي بص يا باشا، لما تيجي تبدأ حل عندك في القطعة ان شاء الله، تمام، هتقرا القطعة طبعا قراءة سريعة في الأول، وانت بتقرا القطعة في البوكلت ماسك قلم في ايدك قاعد، طبعا سعادتك بتعمل ايه؟ بتعلم على المعلومات اللي هتلاقيها في القطعة كلها. بمعنى لقيت اسم شخص خد تحتيه خط، لقيت ساعة خد تحتها خط، لقيت تاريخ خد تحتيه خط، لقيت ظرف مثلا مكان خد تحتيه خط، لقيت اسم ولد او بنت خد تحتيه خط، لان الحاجات دي اللي هيبقى عليها اسئلة تحت. وارجع اقرا الاسئله اللي تحت القطعه واترجمها وابدا ادور على الاجابه فين؟ فوق. لما تيجي تحل القطعه بقى خد بالك في سؤال اجباري ان شاء الله، اجباري سواء في القطعه الاولى او القطعه الثانيه. السؤال ده معناه ايه؟ السؤال قدام سعادتك هو بيقول لك ايه السؤال ده؟ ده تكست اللي هي القطعه اللي قدام سعادتك فوق دي مالها؟ بتتكلم على ايه؟ دي تكست القطعه شبريشت بتتحدث، ارتسلت بتحكي، است بتكون عن ايه؟ موضوع القطعه اللي فوق ايه؟ او يجي بالمعنى ده بيقول لك فيلشن تيتل، انهي عنوان تدي للقطعه اللي فوق؟ او دي هوبت ايديه. وعلى فكره السؤال ده هو اللي جيب النص في الامتحان الاسترشادي. الفكره الرئيسيه اللي موجوده في القطعه فوق بتحكي عن ايه؟ او مثلا دي تكست القطعه اللي فوق دي انفورميرت اونس بتخبرنا عن ايه؟ الاربع اسئله كلهم مضمونهم واحد، هو عاوز موضوع القطعه اللي فوق. بس خد بالك وانت بتختار اكيد اللي من ايه بقى؟ انا هجيب لك 4 كلمات كلهم موجودين في القطعه فوق، فما تستعجلش، مش اي كلمه تلاقيها في وشك موجوده في القطعه اختارها، لا، هو عايز اكتر كلمه او اكتر موضوع القطعه بتحكي عنه تختاره تحت. وقلت لك ده غالبا هيتكرر في القطعه الاولى والقطعه الثانيه. برافو عليك. تمام. السؤال رقم 5 والسؤال رقم 6 والسؤال رقم 7 ان شاء الله مش هيتكرروا في الامتحان بتاع السنه دي. يهمني جدا جدا السؤال رقم 8. بيقول ايه السؤال رقم 8 يا شباب؟ بيقول لك فيلش انتفورت، انهي اجابه استفالش، انهي اجابه خطا، او انهي اجابه باست نشت مش مناسبه. بمعنى انك هتلاقي 3 اختيارات، هما 3 معلومات صح لان هم موجودين في القطعه فوق، هو مش عاوز الصح، هو عايز الاجابه المخالفه، الاجابه الخطا، الغلط. فانت هتعلم على الاجابه الخطا. والسؤال ده جه في امتحان سنه 2022 السنه اللي فاتت في سؤال المواقف اليوميه، برضه قال له فيلش انتفورت استفالش، انهي اجابه اللي خطا، فهتختار المعلومه اللي مش مناسبه. دي حاجات كان لازم اقول لك عليها في الاول خالص. طب انت برضه بدات تحل في القطعه الاولى او الثانيه، غالبا قطعه من الاثنين اللي جايين في الامتحان يا شباب، ودي حاجه مهمه جدا، هتجيلك على شكل ايميل. طب احنا شرحنا الايميل في الحصه اللي فاتت، فاكرين شكل الايميل؟ غالبا في اسمه فوق وفي اسم تحت، في اسم راسل وفي اسم مرسل اليه. الشكل اللي قدام سعادتك ده بس من غير ما تقرا القطعه اصلا انا ممكن اجيب لك عليه 6 اسئله. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. اول سؤال عند سعادتك بيقول لك ايه بقى؟ فير يعني من، هات دي ايميل جشغيبن، مين اللي كتب الايميل اللي فوق ده؟ مين فاكر معايا؟ مين شاطر فاكر؟ اسم الراسل فوق ولا تحت؟ قال لي طبعا اسم الراسل ايه؟ تحت. والمرسل اليه موجود فين يا شباب؟ فوق. برافو عليك. طب بالنسبه لبرلين مونتاج والتاريخ اللي موجود في ده يخص مين؟ طبعا يخص اسم الراسل اللي موجود فين؟ تحت. طب منى وهي بتكتب الايميل قالت لنا ايه في الاول؟ قالت فيلي جروسي اوس برلين، تحياتي لكم من برلين. يبقى مين اللي ساكن في برلين يا جدعان؟ منى. برافو عليك. وهي بتختم القطعه في الاخر، اخر جمله قالتها في است اس باي اويش ان كايرو، كيف الحال لديكم في القاهره. يبقى مين اللي ساكن في القاهره؟ برافو عليك، اكيد مين؟ ندى طبعا. المعلومات دي كلها اصلا جايب عليها تحت كام سؤال؟ 6 اسئله كاملين من غير ما تقرا القطعه اصلا. طب اول سؤال عندنا قلنا مين اللي كتب القطعه اللي قدام سعادتك دي؟ اخترنا مين؟ منى. برافو عليك. السؤال الثاني انفين لمين شغايه منى دي ايميل، او اسم الامبفنجر، اسم الراسل مين؟ المرسل اليه قصدي مين؟ طبعا اسم المرسل اليه اللي هو مين؟ اللي هو ندى. برافو. السؤال اللي بعده فان متى،
هات ندى دي ايميل جشغيبن. هي ندى كتبت الايميل ده امتى؟ انت عمال تقرا في القطعه في النص وشاغل بالك وعمال تدور يمين وشمال، مفيش تاريخ في النص. لكن التاريخ موجود فوق خالص. فركز معايا بعدين سعادتك كده اهو في الاسئله اللي جايه. بيقول لي امتى كتبت، مش ندى طبعا زي ما احنا عارفين هتبقى منى هنا. هي منى كتبت الايميل ده امتى؟ التاريخ اللي كان موجود فوق اللي فاكر فينا كام؟ 1/5/2017. طب السؤال اللي بعده انفيلشن مونات، مين فاكر كلمه مونات يعني شهر؟ في اي شهر منى كتبت الايميل؟ هو فوق كان شهر كام؟ 5. طب 5 ده باسمه بالعربي او اسمه بالالماني ايه؟ الناس اللي مش فاكره اسماء الشهور بعد اذنك رتب الشهور صح. يبقى شهر 5 اللي هو شهر ايه؟ ماي. برافو عليك، الاجابه هنا سليما. السؤال رقم 13 فو است منى يتست، هي منى موجوده فين حاليا؟ حد فاكر العنوان اللي فوق خلاص كان فين؟ في برلين. وممكن في الاختيارات يا شباب ما يجيبلكش برلين، امال يقول لك هي منى ساكنه فين؟ في دويتشلاند ولا اوسترغايش ولا ايجيبتن؟ هي موجوده في مصر ولا في المانيا ولا في النمسا؟ طبيعي يا طالب يا بتاع ثالثه ثانوي عارف ان برلين موجوده فين؟ في المانيا. جميل. السؤال اللي بعده فو است ندى يتست، طب هي ندى موجوده فين؟ احنا قلنا كيف الحال لديكم في القاهره. برافو عليك، يبقى ندى موجوده فين؟ في القاهره. لحد هنا 100 100. لو جالنا السؤال او القطعه على شكل ايميل من قبل ما تقرا القطعه اصلا انا جبت لك كام سؤال؟ 6 اسئله. وعايز افكر الناس دايما، افكر الشباب والطلبه بتوعنا ان في فرق بين اتنين. واحد بيعرف يحل امتحان كويس، عنده امكانياته قليله بس بيعرف يحل الامتحان. واحد حافظ كلمات ودحيح بس مش متعود على حل الامتحان. انا بفكر الناس واقول لك ازاي تعرف تحل الامتحان وانت واخد بالك من الملاحظات اللي جايه دي كلها. حلو قوي. طيب ايه بقى المعلومات اللي في قلب القطعه اللي ممكن يسال عنها في الامتحان؟ قال لي رقم 1 ودي مهمه جدا 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 اهي، الارقام يا رجاله. الارقام غايه في الاهميه. مفيش امتحان في امتحانات النماذج او الثانويه العامه السابقه مفيش قطعه ما جاش فيها سؤال على الارقام. فدي من الحاجات اللي انت بتجهز نفسك بيها وانت داخل الامتحان. واكيد كل الناس حافظه الارقام، وادي قدامك الارقام كامله اهي: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بتقف لحد رقم 12 12 وبعد كده بتبدا تركب الاعداد. بمعنى من اول رقم 13، من اول رقم كام؟ 13 لحد رقم 19 ببدا اركب الاعداد بحيث انك تجيب الرقم واخره كلمه اسمها 90 اللي هو رقم 10. يعني عايز اقول رقم 13 اقول 3 في الاول وبعدها كام؟ 10. طب 3 اسمها دغايه، طب و10 اسمها سين، يبقى الرقم على بعض اسمه دغايه سين. طب عايز اقول 19 يبقى 9 15 يبقى 15 16 يبقى زيش 90. يبقى وانت بتحل في الامتحان هنغير اللون بس عشان ما نتلخبطش في الاحمر اللي مكتوب. اي رقم اخره 90 90 90 90 من كام لكام؟ قال لي من 13 لحد رقم 19. برافو عليك. طب وباقي الارقام؟ الارقام 20 30 40 50 60 70. برافو عليك. تجيب الرقم اخره في الاخر مقطع اسمه تسش تسش تسش. عايز اقول 90 يبقى 9 وجنبها مين؟ تسش. طيب نيجي لحته مهمه بقى، عايز اقول بقى رقم 45. يا ترى 45 اقوله ازاي؟ قال لي زي ما بتقول العربي بالظبط. انت بالعربي بتقرا ايه؟ 45. بالعربي نقول كام؟ 45. اللي تقول عربي اكتبوا الماني. 5 اسمها فونف. برافو. كلمه وا اسمها اوند. طب و40 اسمها فيرتسش. يبقى الرقم على بعض اسمه فونف اوند فيرتسش، يعني 5 وكام؟ 45. كل ملاحظه من هنا لحد ما نخلص اخر الفيديو ان شاء الله، كل ملاحظه بقولها بجيب لك عليها سؤال تطبق عليها عشان تفهم السؤال في الامتحان هيجي ازاي. اهو كاتب لك في قلب القطعه فوق خالص ان احمد است 45 ياري الت. طيب جه في السؤال تحت في الت است احمد، جه تحت سالك قال لك هو احمد عنده كام سنه؟ اقول 45. 5 اسمها فونف. برافو عليك. واسمها اون. طب و40 اسمها ايه؟ فيرتسش. يبقى انا اختيارك هيبقى رقم كام؟ رقم تسي. يبقى الارقام فيها سؤال ان شاء الله في الامتحان غير الارقام. نيجي بقى لحاجه عامله لك قلق بقى يا باشا فين في القطعه وانت بتحل القطعه في الامتحان، اللي هو ايه بقى؟ الساعه. الساعه غايه في الاهميه يا جماعه، بس انا هركز لك على اهم حاجه في الساعه. لما تيجي تقول الساعه دلوقتي كام؟ 7:30. دي مهمه جدا. كلمه نص اغلب الطلبه حبايبنا عارفينها، نص كده اسمها ايه؟ هلب. باللغه العربيه 7:30 اسمها منتصف الثامنه. منتصف الايه؟ الثامنه. يبقى تعمل ايه؟ قال لي زود رقم على الساعه هنا، بدل ما تقول 7 يبقى انا الناحيه دي هقولها ايه بقى؟ 8. اسمها ايه؟ اخت. برافو عليك. يبقى هلب اخت منتصف الثامنه يعني الساعه كام؟ 7:30. لا مش لسه ما وضحتش صح؟ في واحد مش فاهمها. طب ما تيجي نطبق تاني. انا بصحى من النوم الساعه كام؟ 5:30. يبقى نص اسمها هلب. برافو عليك. وازود رقم على الساعه، بدل 5 هيبقى اسمها ايه؟ اسمها 6. برافو عليك. طب انا اختبرك بطريقه تانيه. الراجل ده بيعمل الواجب بتاعه هلب 1000، يعني الساعة منتصف ال11.
يجي تحت يقول لك يعني الساعه كام؟ 10 ونص ولا 9 ونص ولا 11 ونص؟ منتصف ال 11 يبقى انا هنقص ساعه، يبقى الساعه كام يا شباب؟ 10 ونص. برافو عليك. يبقى اهم حاجه في الساعه كلمه ايه؟ ونص. في حاجه تانية مهمه جدا في الساعه اللي هي ايه؟ لما يجي لك بالتوقيت الرسمي يقول لك الماتش النهارده شغال الساعه 19، يجي تحت يقول لك هو الماتش الساعه كام؟ مين فاكر؟ ناس بتوع علمي اللي هم بيعرفوا يحسبوا اصلا يعني، خلاص قال لي شيل من 19 كام؟ 12. يبقى 19 اشيل منها 12 يبقى الساعه كام مساء؟ الساعه 7 مساء. طيب السبعة هنا في الامتحان هجيب لك اختيارين على فكرة، 7 ابنز ولا 7 مورجنز، صباحا ولا مساء؟ لا، طالما بدأت اعد اقول 13 14 15 يبقى كده مساء على طول، يبقى اختار حاجة اسمها ايه؟ ابنز. لا برضو ما وصلتش، لا المسلسل هيجي النهارده الساعة 22، يعني الساعة كام مساء؟ اشيل منها 12 يبقى الساعة كام؟ يبقى تسين. ابنز ولا مورجنز؟ طبعا هتبقى ابنز يعني مساء. ايه تاني مهم في الساعة؟ تعالى الناحية دي اهي، فيرتل يعني ربع، الساعة 8 وربع يبقى فيرتل ناخ اخت. طب هنا ده 9 الا ربع، ابدأ بالدقائق في الاول، ربع اسمه ايه؟ فيرتل، الا يعني 4. طب و9 اسمها 9. دي مهمة جدا بقى يا جدعان. دي دلوقتي الساعة 8 59 دقيقة، يعني الساعة 9 الا دقيقة. لو الساعة ناقصة دقيقة 2 3 4 بتقولها بالبلد الساعة، لما حد يسألك الساعة كام وبصيت في ساعتك لقيتها 8 59 بقول له يا راجل الساعة تقريبا 9 الا حاجه، 9 الا شويه. اقولها ازاي بالالماني؟ قال لي لها طريقتين، يا اما اقول له تقريبا 9 جلايش 9، او اقول له الساعه 9 الا حاجه. اسمها ايه بقى كلمه حاجه دي؟ قليل، كورتس، والا اسمها 4، و9 اسمها 9. يبقى كورتس 4 9 الساعه 9 الا شويه تساوي كلمه جلايش 9، ودي جت في الامتحان التجريبي بتاع 2021 اصعب امتحان عندنا، جت الجزئيه دي في الامتحان. طب انا برضو جايب لك مثال طبق على الكلام اللي موجود فوق. بيقول لي حسن كان دين كمبيوتر ايه بقى؟ هالب 9 اب. انا كده قريتها خلاص. حسن هيستلم الكمبيوتر بتاعه الساعه 8 ونص. جه تحت قال لك فان امتى حسن هيستلم الكمبيوتر بتاعه؟ 8 ونص. احنا قلنا هنا بزود ايه؟ بزود 1 يبقى منتصف التاسعه. فين منتصف التاسعه؟ اخت اور ولا هالب زيبن ولا هالب اخت ولا هالب 9؟ لا طبعا برافو عليك، منتصف التاسعه اسمها ايه؟ هالب 9. برضو لسه في الساعه، برضو تاني لسه في الساعه، احنا في الساعة في حاجات تانية مهمة برضه لازم نقولها. هي ايه بقى الحاجات دي كلها؟ قال لك يجب معرفة المدلولات الزمنية اللي هي ايه؟ ركز معايا يا وحاد عشان خاطري في الحاجات اللي جاية دي. لما اجي اقول لك الفيلم هيقعد 60 دقيقة، يبقى الفيلم ده قد ايه؟ اين شتوند. ما تقولش اين اور او اين اور، اسمها ايه بقى؟ اين شتوند اللي هي مدة زمنية. طب احنا لسه قايلين من شوية النص ساعة بتساوي حاجة اسمها هالب شتوند. طب الربع ساعة ال 15 دقيقة اسمها ايه؟ اللي اسمها فيرتل شتوند. طب تعالى في الحتة الجميلة دي، احنا عندنا محل، والمحل بتاعنا ده بيفتح الصبح الساعة 10 لحد الساعة 18. هيجي تحت يقول لك هو المحل فاتح كام ساعة؟ كام المدة اللي هشتغلها المحل؟ تقعد تعد ساعتك على ايدك، ما تتكسفش عادي في الامتحان انت قاعد فاضي، تقعد تقول بقى 10 يبقى 11 12 13 14 15 16 17 18، يبقى من 10 ل 18 كام ساعة؟ اخت. المشكلة ان في الاختيارات هيجيب لك حاجتين عشان يلخبطك، هيقول لك اخت شتوندن ولا اخت اورن. احنا قلنا الساعة الزمنية المدة الزمنية اسمها يا شبابها شتوندي، يبقى اخت شتوندن 8 ساعات. برافو علينا. مين فاكر عندنا فوخي؟ كلمة فوخي يعني ايه؟ قال لي اسمها اسبوع. طب الاسبوع الواحد فيه كام يوم؟ ايه ده؟ ما احنا فاكرين الكلام ده فيها ايه؟ زيبن طاج 7 ايام. طب انا هقعد في اسكندريه اسبوعين، اضرب في 7 يبقى 14 يوم. طب 3 اسابيع يبقى 21 يوم. طب 4 اسابيع، لا لو قال لك بقى 4 اسابيع تقول له بقى ايه؟ اين مناط، يعني هو ده قد ايه؟ شهر. لو هتحسبها بالايام يبقى كام يوم؟ 28 يوم. بلاش بقى شغل المصاطب ده، يقول لك الشهر بقى نصه اسبوعين والشهر 30 يبقى نص الشهر 15 يوم. مفيش الكلام ده. اسبوعين يبقى كام؟ 14 يوم. السؤال موجود عندنا تحت اهو. Das Geschäft المحل ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. المحل بتاعنا شغال من الساعة 8 لحد الساعة 18. اقعد عد على ايدك كده هتلاقيهم في الاخر طالعين 10 ساعات. طب مين صح في الاختيارات؟ هل هي 10 اوغن 10 ساعات يد يعني، ولا 10 شتوندن 10 ساعات المدة نفسها؟ طبعا هتبقى اخر واحدة هي اللي صح. بصوا يا رجاله، بصوا يا شباب، كل الناس اللي بتتفرج معانا على الفيديو ده، اهم حاجة في حل القطع في الامتحان الملحوظة اللي جاية دي. صدقني والله سعادتك لو مسكت بقول لك القطعه بتاع الامتحان الاسترشادي هتلاقي ان القطعه كلها بتتكلم على الجزئيه اللي جايه دي، اللي هي ايه؟ قال لي بنتكلم على ايام الاسبوع. الفوخن طاغي عندنا كام يوم في الاسبوع يا شباب؟ كلنا عارفين 7. طب اسمهم ايه؟ قال لي بالترتيب اهو: زانستاج، زونتاج، مونتاج، دينستاج، ميدفوخ، دونرستاج، فرايتاج. دي ايام الاسبوع.
اول ملاحظه عندي جت قبل كده في امتحان السودان ان يوم السبت عندنا ليه اسمين، يا اما اسمه زامستاج او زون ابند. طب السؤال هيجي ازاي؟ لحد هنا مش هينفع اجيب لك غير السؤال ده بس، اللي هو ايه؟ انا كاتب في القطعه فوق ان انا كتبت القطعه دي يوم السبت زامستاج. جه تحت قال لك هو كتب القطعه امتى؟ انت عمال تدور في الكلمات، الناس اللي بتاخد بالشكل مفيش اصلا في الاختيارات زامستاج. يا حلو، ما هي كلمه زامستاج هي كلمة ايه؟ زون ابن، دي معناها السبت ودي معناها السبت. عشان اعرف اجيب لك اسئلة تانية على ايام الاسبوع لازم اجباري معايا يا شاطر منك ليه ايام الاسبوع لازم تحفظ الكلمات اللي موجودة الناحية دي. عندي هنا كلمة اسمها هويتي. هويتي يعني ايه يا شبابها؟ قال له هويتي معناها اليوم، النهاردة يعني. جميل قوي. طيب وعندي ايه تاني؟ وعندي كلمة اسمها مورجن. مورجن يعني غدا. طب ايبا مورجن بعد بكره. طب جيسترن يعني امس امبارح. طب فور جيسترن يعني اول امس. لو انت حفظت الخمس كلمات دول انا ممكن اعمل لك حوالي بتاع 10 اسئله الناحيه. ازاي بقى؟ تعالى نشوف. انا كاتب في القطعه فوق تاريخ القطعه كان زامستاج يوم السبت. في قلب القطعه كده وانا بحكي في النص عشان اتوهك قلت لك ايه؟ وبعد بكره ان شاء الله هنعمل حفله. ايه ده؟ يعني النهارده السبت، بعد بكره هنعمل حفله. هيجي تحت يقول لك الحفله يوم ايه؟ فتقعد تحسب بقى النهارده السبت، بكره الحد، ايبر مورجن بقى اللي هو بعد بكره يبقى يوم ايه؟ يوم الاثنين. طب عايز اجيب العكس، النهارده السبت ما تنساش امبارح احنا عملنا الحفله. هيجي تحت يقول لك الحفله كانت يوم ايه؟ تقول النهارده، لازم تحدد اليوم. النهارده السبت يبقى امبارح كان ايه؟ كان الجمعه. طب الحفله كانت اول امبارح، يبقى اول امبارح ده كان ايه؟ كان الخميس. قلت لك الاربع كلمات دول غايه 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 في الاهميه. حلو قوي. تعالى شوف السؤال تحت اهو. هويت است دونرستاج. النهارده دونرستاج، حد فاكر يعني ايه دونرستاج؟ هيقول لي دونرستاج اللي هو الخميس. برافو عليك. ايبا مورجن بعد بكره، فيرد بيترا هيراتن هتتجوز، وانت ماخت اين بارت وهتعمل حفله. تعال شوف السؤال اللي تحت بيقول لي فان است دي هوخت سايت بارتي. هي الحفله بتاعه الزفاف دي هتبقى يوم ايه؟ احسب انا النهارده الخميس ودي بعد بكره، بكره الجمعه، بعد بكره اللي هو السبت. فين السبت في الاختيارات؟ هل هو دينستاج ولا مونتاج ولا زونتاج ولا زامستاج؟ برافو عليك، كل الناس قالت زامستاج اللي هو يوم ايه؟ السبت. عشان كده بقول لك ايام الاسبوع غايه في الاهميه. قبل ما نسيب برضو الجزئيه دي تعالى شوف في كلمه اسمها فوخن اندي. حد فاكر كلمه فوخن اندي يعني ايه؟ قال لي الاجازه الاسبوعيه نهايه الاسبوع. طب في المانيا يوم ايه؟ قال لي عندهم يومين اجازه، السبت وايه؟ والحد. طب في مصر عندنا هنا الاجازه امتى؟ يوم الجمعه. طب يا هير السؤال هيجي ازاي هنا؟ قال لي سهل جدا. هيجي يقول لك الواد ده اسمه عادل وعايش هنا مثلا في امبابه او في الدق او في اي مكان، وبيروح النادي بتاعه في نهايه الاسبوع. يجي تحت يقول لك هو عادل بيروح النادي امتى؟ هتفكر عادل ده عايش في مصر في نهايه الاسبوع يبقى الجمعه، يبقى انا في الاختيارات اختار حاجه اسمها فرايتاج. طب هل القطعه اللي موجوده فوق فيها كلمه الجمعه؟ يا بيه لما تدور انت اللي بتاخد بالشكل ما فيهاش الجمعه، بس انا فهمتها من كلمه فوخن اندي. طب الولد ده اسمه ماركو وعايش في المانيا وبيروح النادي في نهايه الاسبوع، تختار مين؟ برافو عليك، يا اما سبت يا اما حد، مع انها اصلا مش موجوده في القطعه. نيجي برضو لحته ثانيه مهمه جدا، دي بقى بتاع الفائقين شويه، اللي هي ايه؟ اجزاء اليوم: مورجن، ابند، ميتاج، فور ميتاج، نخ ميتاج، نخت. السؤال هنا هيجي ازاي؟ يا بيه هيربط بقى اجزاء اليوم دي بمين؟ بالساعه. بمعنى هاجي اقول لك انا بعمل الواجب المنزلي بتاع الساعه 15. يجي تحت يقول لي ايه 15 دي؟ يعني هيعملوا امتى الواجب؟ مورجن ولا ابند ولا ميتاج ولا فور ميتاج ولا نخ ميتاج؟ الناس الشاطره عارفه 15 دي يعني الساعه 3 مساء. طب الساعه 3 مساء اللي هو ايه؟ ميتاج الظهر. يبقى نخ ميتاج اللي هو بعد الظهر. لا مش فاهمها انت دي، ماشي اجيب لك واحده تانية. انا بعمل الواجب بتاع الساعه 20 يعني الساعه 8 مساء. طب 8 دي اللي هي امتى؟ اللي هي ابند اللي هو في المساء. شوف لفت ازاي؟ هي مش موجوده في القطعه المساء اصلا، بس انا عرفتها منين؟ من الساعه. الساعه 8 هتبقى ابند اللي هو المساء، وهكذا. عشان كده بقول لك الحاجات دي غايه في الاهميه. طب انا هسالك سؤال بسرعه، انت اللي بتتفرج مثلا على الفيديو ده انت مواليد شهر كام؟ هتقول لي مواليد شهر 5. طب هسالك بقى، طب اتولدت في فصل ايه؟ طب انت مواليد شهر 1، مواليد فصل ايه؟ يا ترى الصيف ولا الشتاء؟ احنا كلنا مفكرين ان السنه كلها كام فصل؟ 2 بس، صيف وايه؟ وشتاء. وانا بقول لك طبعا ان السنه فيها كام فصل يا شاطر بتاع جغرافيا؟ 4. مين هم الاربعه؟ فينتر طبعا اللي هو مين؟ الشتاء، وفرولينج اللي هو الربيع، وزومر اللي هو ايه بقى؟ الصيف. وعلى فكره دي فرولينج برضو هنا مكتوبه غلط، المفروض هنا ايه؟ الخريف عندنا اسمه هيربست. برافو عليك. يبقى بالترتيب شتاء وربيع صيف وخريف، شتاء وربيع صيف وخريف. طب يا بيه انا عايز اعرف هي الشتاء دي بتكون امتى في السنه بالظبط؟ قال لي يا هير الشتاء بتبدا من اخر السنه. ادي الشهور موجوده قدامك اللي مش حافظ الشهور. قال لي الشتاء بتبدا اخر السنه اللي هو شهر كام؟ 12. طب بتقعد كام شهر الشتاء؟ قال لي 3.
يبقى عندي ديسمبر 12 ويناير وفبراير، كام شهر دلوقتي؟ 3. بعدها على طول الربيع يبقى 3 و4 و5، برافو. الصيف عندنا يبقى 6 و7 و8. طب الخريف هيربست يبقى سبتمبر 9 اكتوبر وايه نوفمبر اللي هو شهر كام؟ 11. ده ترتيب. لما اجي اسالك بقى دلوقتي انت اتولدت في شهر كام؟ هتقول لي في شهر 7. هيجي تحت يبقى انت اتولدت في انهي فصل يا نجم بقى؟ تقول لي ايه؟ بص اللفه دي ام زمر اللي هو الصيف. وانا بعد اذنك ركز لي على الفصلين اللي احنا اصلا برضو بالعربي مركزين عليهم، مين ومين؟ قال لي الشتاء وايه؟ الشتاء والصيف، برافو عليك. يبقى الشتاء 12 و1 و2. طب الصيف افتكرها بايه؟ افتكرها بالامتحانات والجو الحر والنار اللي احنا فيه ده. يبقى شهر اللي هو ايه؟ يونيو 6 يوليو 7 اوجست اللي هو شهر كام؟ 8. طب السؤال هيجي ازاي؟ تعال اوريك السؤال جاي ازاي. بيقول لك باولو است شون ام يولي، هو دلوقتي في شهر يوليو. und das Wetter in Deutschland ist sehr schön، والطقس في المانيا جميل. جه تحت قال لك فان امتى بيزوخت باولو دويتشلاند؟ هيزور المانيا امتى؟ تبقى انت فاكر يولي اللي هو شهر كام؟ 7. و7 كان موجود فين؟ لسه قايلينه حالا، برافو عليك. ام زمر. هل القطعه موجوده فيها فوق كلمه زمر؟ مش موجوده، بس انا فهمتها من المعلومه اللي انا قلت لك عليها، برافو عليك. خد معلومه ثانيه كمان، لسه انا بقول لك يا باشا، انا لو سمعت كلامي في اللي انا بقول لك عليها هتقفل القطعه، ودي للطالب اللي بيعرف يحل الامتحان، مش اللي حافظ كلمات وما بيعرفش يحل الامتحان ازاي. بيقول لي سعادتك المناسبات والاعياد اللي موجوده في المانيا، عندي فايناختن الكريسماس، سيلفستر راس السنه، اوسترن اللي هو عيد القيامه، وفوخن اند اللي نهايه الاسبوع. طب فايناختن اللي هو الكريسماس بيحتفلوا بيه في المانيا في اوروبا امتى؟ قال لي يوم 25 ديسمبر 25/12. طب سيلفستر راس السنه او اسمه نيو يار، السنه اهي سنه جديده، بتكون امتى؟ قال لي يا اما يوم 31/12 او يقول لك يوم كام؟ 1/1. طب دي هيجي عليها سؤال؟ ليه لا؟ سؤال اهو. هويت است ديا، النهارده هو الكام بقى؟ الخامس ولا 20 من شهر ديسمبر. تمام. هيجي تحت يقول لك فاس فايرت مونيكاس فاميلي، هي العيله بتحتفل بانهي عيد؟ افتكر، ارجع بدماغك لورا كده. 25 ديسمبر اللي هو مين؟ يا ترى اوسترن ولا سيلفستا ولا فايناختن ولا فوخن اندي؟ اكيد طبعا 25 ديسمبر هيبقى فايناختن اللي هو عيد ايه؟ عيد الكريسماس. تمام، برافو عليك. هنيجي للليفل الاعلى بقى، الناس الاشطر شويه. بقول لك ممكن الاجابه اللي انت تختارها في الامتحان تبقى معلومه موجوده في اكتر من جمله، فانا لازم اربط الجملتين مع بعض عشان اطلع الاجابه في الاخر. زي ايه؟ بص هنا في السؤال ده كده بيقول لك ايه؟ يتست زند فيا 2 فوخن ان دويتشلاند، دلوقتي احنا بقى لنا اسبوعين في المانيا. نيكست فوخي، الاسبوع اللي جاي اللي قادم، است دي شوني غايزت سو اند، الرحله الجميله دي هتنتهي. هيجي تحت يقول لك في لونج، كام المده؟ يا ترى هم قعدوا قد ايه في المانيا؟ طبعا لو انت هتاخد بالشكل بس هتقول لي تسفايف فوخن كام اسبوع؟ 2. لا يا بيه، ما في اسبوعين وفي اسبوع تاني قدام بعده كام اسبوع. ايوه برافو عليك، سامع الراجل هناك بيجاوب صح. قال لك ايه؟ دغاي فوخن يعني كام اسبوع؟ 3 اسابيع. شوف بقى الملاحظه الجميله اللي جايه دي كمان، دي شولي ماخت روبرت شباس، المدرسه بالنسبه لروبرت ممتعه. يجي تحت يقول لك هي المدرسه مالها؟ هو بيلعب هنا على ايه؟ على حاجه موجوده عندنا في العربي اسمها المترادفات، ان في اكتر من كلمه ليها نفس المعنى. فانا عايز كلمه تديني معنى كلمه ممتعه او جميله او حلوه. فقال لي روبرت شولي، المدرسه بتاع روبرت است ايه؟ انتريسانت ولا لانجفايلش ولا شليشت ولا نشت زوجوت؟ خد بالك ان في 3 كلمات هنا بنفس المعنى اللي هم مين؟ لانجفايلش ممله، وشليشت يعني سيئه، ونشت جوت يعني مش مناسبه. يبقى ال3 دول كلهم ايه؟ غلط. انا عايز ان المدرسه ممتعه، يبقى اختار كلمه اسمها انتريسانت. طب مين اللي هيحل هنا؟ ده دور بقى الناس اللي حافظه كلمات كتير. طول ما انت حافظ كلمات هتعرف تختار هنا ببساطه وسهوله. طيب خد فكره ثانيه كمان وانا هحل لك المشكله، بس اصبر عليا دقيقتين كده. بيقول لك ايه؟ تسوم جلوك لحسن الحظ زين ياكن هويت ام انجيبوتين، الجواكت داخله الاوكازيون عليها عرض يعني. طب سعرها بعد العرض هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى غالي ولا رخيص؟ طبعا رخيص، سعر كويس. طيب دي ياكن زين هويت، الجواكت النهارده مالها؟ يا ترى بيلش ولا نشت بيلش ولا شليشت ولا توير؟ الناس اللي حافظه كلمات، توير يعني غالي، شليشت يعني اسعار سيئه، نشت بيلش يعني مش رخيصه. يبقى الاختيار بتاعنا يبقى اسمه ايه؟ بيلش، برافو عليك. معلومه جديده ومهمه، بيقول لك هير هانز هاد غاي كيندا، هير هانز عنده 3 اطفال. مين هم بقى الابناء دول؟ بيتا، مونيكا، اونت مارك. لو انت ركزت في الاسماء، في عندي ولدين مارك وبيتر، وفي عندي ايه؟ مونيكا. جه تحت سألك قال لك مارك هات، هو مارك عنده ايه؟ عنده تسفاي بغوضة ولا تسفاي فيستا ولا تسفاي جيش فيستا، ولا هنا مش هنخليها اينن بغوضة، معلش هنخليها كاينن برودر احسن يعني.
طيب هنا لو مسكنا مارك اتبقى عنده مين؟ بيتر ومونيكا. طب دول ولدين ولا بنتين؟ ولا ولدين ولا بنتين، دول ولد وبنت. طب برودر يعني ايه؟ برودر هنا معناه اخوات، بنين، اولاد. وشفيستر معناه اخوات ايه؟ بنات. يبقى ولا دي ولا دي، يبقى اختار حاجه اسمها تسفاي جيش فيستر، يعني اتنين اخوات اولاد وايه؟ وبنات. برافو عليك. تعالى برضو مثال تاني بيقول لي ايه بقى؟ ديركت فور نادر's هاوس، مباشرة امام منزل نادر. است اين هالتشتيلي، في محطة فور بوسي للاتوبيسات. قمت اشتغاسم بان. جه تحت قال لك دي هالتشتيلي، المحطة دي نقط فون نادر. ايه بالنسبة لنادر؟ هل هي قريبة ولا بعيدة؟ بقول لك المحطة مباشرة قدام البيت، يبقى المحطة بعيدة ولا قريبة؟ يبقى قريبة. جيت ادور على كلمة قريبة، هل هي فايت ولا زي فايت ولا ناه ولا نوي؟ نوي طبعا جديدة مش هتاكل معانا. كلمة فايت يعني بعيدة، صح كده؟ يبقى برضو مش هتاكل معانا. طب زير فايت بعيدة جدا، يبقى انا في الحالة دي اختار حاجة اسمها ناه. وكلمة ناه اللي هي معناها بالعربي ايه؟ قريب. طب مين يا جدعان بقى اللي هيجيب الحاجات دي كلها؟ الناس اللي حافظة كلمات. طب انت عندك مشكلة، وانا دوري بقى النهاردة انا احل لك المشكلة دي. الحتة اللي جاية دي يا شباب يعني احنا باذلين فيها مجهود كبير جدا 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 عشان نحل المشكلة للطلبة اللي ما لحقتش تحفظ الكلمات كلها، او اللي مش هتعرف تجمع في الامتحان والوقت مثلا ضغط عليه ومتوتر فمش عارف يجيب معنى الكلمه. انا عملت لك حاجه كويسه جدا جدا جدا. طبعا الناس عايزه هنا يكون معاك الفايل ده PDF عشان تعرف تقرا الكلمات هنا بخط صغير وكتيره داخله في بعضها. فالاحسن انك تاخد الفايل ده PDF وتقعد تقراهم كلمه كلمه وتحفظهم كلمه كلمه. على سبيل المثال لما يجي يقول لك المدرسه ما اختش باص ممتعه، يجي تحت يقول لك المدرسه مالها يا في 5 6 كلمات بنفس المعنى. ممكن اقول انترسانت صح، فوندربار رائعه صح، تول، زوبا، بريما، زي جود، شون جميله. اي واحده من دول معناها ان المدرسه مالها ممتعه. فانا جمعت لك الكلمات كلها المترادفات اللي بتدي بنفس المعنى في جزئيه واحده بس. وهكذا بقى لانج فايلش ممل، يعني نشت زجود، يعني نشت انترسانت، يعني شليشت. بقول لك حاجه في غايه الاهميه. بص في دي كمان، الحاجه داخله اوكازيون. خد الحاجات دي اللي ما فيش امتحان في ال5 سنين اللي فاتوا ما جاش فيهم صفه من دول. طالما الحاجه سعرها كويس رخيص يبقى برايس فيرت معتدل الثمن، بيلش رخيص، جونستش سعر ملائم، نشت طويل يعني مش غالي. المفروض انك عارف الكلمات دي، بس انا جمعتها لك كلها فين مع بعض. لسه قايلينها حالا، جيشفيستر اخوات اولاد وبنات، بغوضه اولاد بس، جيشفيستر بنات بس. الشاطر يترجم الكلمات دي، انا مش مترجمها. كيندر يعني ابناء، زوني عنده اولاد ذكور فقط، تشتا عنده بنات فقط، جيشفيستر اخوات بنات، يونجن شباب، ميتشن فتيات، بيرزونن عد الاشخاص كلهم اللي في العيله سواء اولاد او بنات او كل الناس اللي موجوده. يبقى الكلمات دي غايه في الاهميه. لو انت حليت امتحان السنه اللي فات او امتحان تجريبي قبل كده، بالله عليك ما قابلكش هنا كلمه اوبا. اوبا يعني ايه؟ جد. برافو عليك. اللي هو بقى الدلع بتاع مين؟ جغوص فاطر. مهم. اوما الدلع بتاع جغوص موتر. الفعل انروفن يتصل بيساوي فعل تاني اسمه تليفونيري. بيجينن يبدا، انفانجن، ايبرناختن مهمه، فونن، وهكذا. كمل كده. كلمه محل ليها جيشيفت، لادن كاوف هاوس، ريستورا تساوي جاست هاوس، فغو كروجليش، فريمد نشت فون هي. تعالى هنا بقى، هذه كان في ناس عامله عليها فرح وتقول لك ده انا لقيت كلمتين اهو يا باشا جايه في امتحان التجريبي. تجلش يعني يوميا. طب يدي انتاج معناها ايه؟ قال لي معناها كل يوم. يبقى الحاجه اللي بتعملها يوميا هي معناها كل يوم. تعالى الناحيه دي، فينش قليل. على فكره جت في امتحان وقال له عايز العكس بتاعها. بتساوي كلمه ايمبيسيشن، تحت هجيب لك العكس بتاعها. فيج الحاجه ضاعت مني مفقوده تساوي فيرلورن. لايش تسهل تساوي كلمه اينفخ. ريسيرفيرن بيحجز بيساوي بوخن. انشلوس هياخد توصيله او مواصله، يعني هو يعمل اومشتايجن يعني يعمل تبديل مواصله. في الساعه شرحنا من شويه كورتس فور اللي هي الا شويه بتساوي كلمه اسمها جلايش. تمام. دي زوني شاينت الشمس مشرقه، يعني الجو عامل ايه؟ زونش. شتات ميتي بتساوي كلمه شتات سنتروم. اليجانت تساوي كلمه شيك. ميديسين وميديكامنت وتابليتي كلها معناها دواء. جريب الامراض، وفيبر بمعنى ان الراجل ده ماله كرانك يعني مريض. خلصنا؟ لا ما خلصناش. تعالى انزل تحت كمان تاني اهي كمان. تعالى يا بيه. ايش اشتوديري ميديسين؟ انا بدرس طب. انا بدرس ايه يا شباب؟ بدرس طب. تمام. معنى كده انه افيرد ارت هيكون ايه؟ دكتور. الكلمات دي في غايه الاهميه. بغوف وظيفه بتساوي جوب، بتساوي شتيلي بتساوي اربايت. كل ده معناه انه عنده ايه؟ وظيفه او عمل.
طب عكسهم بالمره ايه؟ لما يقول لك اربايت النشت لا يعمل، يعني اربايت سلوز يعني بدون عمل، يعني هات كاين اربايت ما عندوش ايه شغل. لو انت بصيت في الامتحان بتاع السنه اللي فاتت او الاسترشاد بتاع السنه دي مش فاكر، قال له اير جيت انس بيت، رايح للسرير، جه تحت قال لك هو اير جيت شلافن، رايح يعمل ايه؟ رايح ينام، وهكذا. برلين وبون ومنشن دي مدن موجوده فين؟ في دويتشلاند. طب فيينا عاصمه مين؟ اوستررايش. الاثنين دول لو انت متابع معايا وما سرحتش في غايه الاهميه للناس الشاطر. لما اقول لك ليتست فوق الاسبوع اللي فات في حروف الجر الزمنيه معناها ايه؟ برافو، فور اينر فوق يعني قبل اسبوع. طب لما اقول لك نيكست فوق الاسبوع اللي جاي هعمل رحله، الكلام ده امتى؟ قبل اسبوع ولا بعد اسبوع؟ في خلال اسبوع. ان اينر فوق يعني في خلال اسبوع. تمام. ايه تاني كمان عندنا يا شباب؟ تعالى كمل. صورة سايت، ام مومنت، يتست، نون، بالد كلها معناها حالا او حاليا او الان وهكذا. اوف ماخن بتساوي اوفنن، تو ماخن بتساوي شليسن، جي اوفنت مفتوح بتساوي كلمة است اوف، جي شلوسن بتساوي كلمة است اتسو. كل دي هي المترادفات او الكلمات اللي بتساوي بعضها. صدقني والله مفيش قطعة ان شاء الله تجيلك في الامتحان خلاص تخلو من هذه الكلمات. لازم تحفظ الكلمات دي كويس قوي. انا وفرت عليك، انا كان ممكن اديك لسته بحوالي بتاع 2000 كلمه اقول لك احفظ الكلمات دي كلها وهتحل بقى القطع. انا بذلت مكانك المجهود ده ووفرت عليك. احفظ ال 42 نقطه دول، مش هتجيلك قطعه في الامتحان باذن الله غير لما تقفلها. واحد هيقول لك طب دي الكلمات اللي هي بتساوي بعضها، فين بقى الكلمات اللي عكس بعضها؟ مش ممكن يقول لي مثلا هات الجيجنتايل، هات عكس الكلمه، اجيبها ازاي؟ اقول لك تعال ما تروحش بعيد يا شاطر، احنا برضو جمعنا لك الكلمات اللي عكس بعضها. كلاين عكسها جوس، فيل عكسها فينش، فغوها عكسها شبيت. امر دائما، الحته دي مهمه على فكره، امر ده انا كل يوم بصحى الساعه 7 الصبح، يبقى امر لازم 7 ايام بصحى 7 الصبح. طب اوفت غالبا بصحى 7 الصبح، يبقى بصحى 5 ايام و2 لا. طب مال احيانا بصحى 7 الصبح، بيصحى يوم يومين والباقي لا. تمام. كرانك مريض عكسها جيزوند. سوفريدن دي مهمه جدا عكسها اونت سوفريدن. شنيل لانجزام، انترسانت لانج فايلش، لاوت وهكذا. كل دي حاجات عكس ايه؟ عكس بعضها. تعالى الناحيه دي كمان اهو، بغوص عكسها كلاين، يونج عكسها الت وهكذا، برايت عكسها شمال، فيها بوتن، اللاوت، كل دي هنا بقى رقم 22 دي غايه في الاهميه. لما اقول لي فوقدم اسن قبل الاكل، غير بايم اسن اثناء الاكل، غير نخدم اسن يعني بعد الاكل، وممكن احل فيها بيها في الجراماتيك كمان. تمام. تعالى بقى في رقم 28 دي، علم لي عليها وتحفظها زي اسمك واكتر من اسمك كمان. ليه ايه؟ كلمه فايت يعني بعيد، عكسها ايه بقى؟ نيشت فايت، اكيد طبعا مش بعيد. قريب. نيبن يعني الحاجه دي بجوار. ديركت فور يعني امام. اندر نيها فون بالقرب من. كل دي حاجات معناها قريب. كل ده عكس كلمه واحده اسمها فايت. بيكنيك فيتر طقس كويس ملائم للخروج وكده، عكسه حاجه اسمها ميست فيتر. كبوت عطلان، الكلمه دي جت في الامتحان في الكلمات المساعده في موضوع التعبير، اسمها نيشت فونكسيونيرت يعني هو مش شغال. اوبتيكا وتشنكر. كده انا جمعت لك كل الكلمات اللي ممكن يجي عليها اسئله في القطعه في الامتحان. لو عاوز تقفل القطعه الكلمات دي ما تسميش عليها، احفظها صم. ملاحظة مهمة جدا بقى يا باشا، أنا مش مركز أصلا معاك في اللي أنت قلته فوق ده خالص، بس عاوز أحل القطعة وأجيب فيها درجات. هنصحك وأقول لك بص يا باشا لو أنت مسكت أي امتحان كامل على بعض، هتبص من ال 12 سؤال بتوع القطعة، من ال 12 نقطة بتوع القطعة، هتلاقي على الأقل خالص منهم على الأقل 5 أسئلة، بل الامتحان الاسترشادي جاب 7 أسئلة كاملين، 7 أسئلة هم 7 هم بادئين بادوات ايه؟ بادئين بادوات استفهام. يعني يجيب لك 7 اسئله بادئين بادوات استفهام، بمعنى انك انت لو ترجمت اداه الاستفهام غلط انت هتحل غلط، والعكس لو ترجمت الاداه صح انت جبت الاجابه بنسبه 99%. مش مصدقني اقول لك مثلا سؤال هكتبه قدامك اهو، لو جاب لك سؤال على القطعه وقال لك فونت علي، اين يسكن مين؟ علي. وانت بصيت في الاختيارات لقيته جايب لك 3 اختيارات، كاتب لك مثلا اخت اوه، برافو ده اختيار. واختيار تاني كاتب لي مثلا دغاي طاغي 3 ايام. واختيار تالت كاتب لك مثلا اندقي. مين هيجاوب صح من غير ما يبص في القطعه فوق؟ يا ترى الاجابه تبقى الساعه 8 ولا 3 ايام ولا اندو؟ من غير ما ابص في القطعه طبعا الاجابه هتبقى اندقي. ليه انا خدت الاختيار اندقي ليه؟ هل عشان انا ترجمت اداه الاستفهام فو بمعنى ايه بالعربي؟ اين؟
يبقى انا في القطعه بدور عليه اسم شخص ولا زمان ولا مده ولا مكان؟ اكيد بدور على مكان. طب الواد الشاطر، مش هقول حاجه تانية، الواد الشاطر اللي ترجم فو دي بمعنى كامل مده كان يختار حاجه اسمها دقائق طاجه. طب اللي اشطر منه ترجمها بمعنى من، ترجمها بمعنى متى مثلا، كان يختار حاجه اسمها اخت اور. يبقى انت لو ترجمت اداه الاستفهام غلط هتحل غلط، لو ترجمتها صح بنسبه 90% انت جبت الاجابه صح. طب فين ادوات الاستفهام؟ مجمع لك كل ادوات الاستفهام اللي موجوده عندك في ثالثه ثانوي كلها في جدول قدام سعادتك اهو، خلاص. فانت لازم سعادتك تعمل ايه في الاول خالص؟ تحفظ ادوات الاستفهام اللي قدامك دي. يبقى انت ضمنت على الاقل خالص كام؟ 6 اسئله من ال 12 درجه بتوع القطعه. لحد هنا انا دوري كمدرس معاك انتهى. ما سبتلكش ملاحظة موجودة تفيدك في حل القطعة في الامتحان إلا وأنا جبتها لك. الراجل الشاطر فيكم اللي هياخد الكلام ده يقعد بقى عليه كده، يجيب ورقة وقلم ويحفظهم ويصمهم كلهم بكل الملاحظات اللي شرحناها كلها ويبدأ يطبق. وعايزك تحط الملزمة قدامك أو حط الكلام ده قدامك وامسك القطعة حل بيها. وعلى إيه؟ ما تيجي نجرب مع بعض. أنا جبت لك مثال النهاردة أهو يا شباب، خلاص. اهو كاتب لك ايه بقى؟ امتحان الصف الثالث مصر دور اول كام بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 2022. جايب لك قطعه اهي واحنا عايزين نحل عليها. طبعا الناس كلها معاها القطعه دي، خلاص يا جدعان. هنكبرها الاول نقراها وبعدين نبدا ايه؟ نبص في الاسئله اللي موجوده عندنا. تعال نشوف مع بعض. بيقول لسعادتك ايه؟ هنقرا القطعه. هلو ايش بنتينا فون منطاق بس في غايطاق. طبعا وانت انا قلت لك امسك قلم في الامتحان ومعاك بوكلت ملوش لازمه بتسلمه في الاخر، علم فيه بالقلم والرصاص عادي. بيقول لك فون منطاق من يوم الاثنين بس في غايطاق لحد يوم الجمعه. دماغك بتترجم على طول من الاثنين للجمعه، يبقى ده كام يوم؟ عد على صوابعك كده تلاقيهم كام يوم؟ 5 ايام. حلو قوي. اربايت ايش ان اينا جوغوسي فيرما. انا شغال في شركه كبيره. يدن طاج، هي دي مش قلناها فوق كان معناها ايه؟ كل يوم. اشتهي ايش فغو ام زيكس او اوف. انا بصحى الساعه كام؟ الساعه 6. انا بعلم على كلمه الساعه 6 اهي، تمام. بوتسي ماينت سيني، بنظف اسناني. قمت تسيهي مش ان، وبلبس هدومي. ضن بعد كده جه ايش تسوق اربايت، وبعدين بروح ايه؟ الشغل بتاعي. ماين اربايت اندت بينتهي جيجن حوالي 14 اور. الساعه كام؟ 14. دماغك بتترجم يعني الساعه 2 مساء. برافو. ايش كوخ فهو مش زلبست انت اسي اما تسو هاوزي. انا دايما بطبخ لنفسي. فين يطبخ اهي؟ كوخن، تمام. وباكل دايما فين؟ في البيت هاوس. وكلمه امر احنا كنا جايبينها فوق معناها دايما بتاكل فين؟ في البيت بتاعها. نخ طاج. حد فاكر نخ طاج معناها ايه؟ اجزاء اليوم. طاج الظهر، نخ طاج يعني بعد الظهر. ليزي انتظار في ايش ام انترنت، وبقعد اتصفح فين؟ في الانترنت وبقرا شويه. ايش فين دفاع من الذهن. انا شايفه ان الفرجه على التلفزيون دي زيا لانج فايرش كانت موجوده فوق في الكلمات، ممله جدا. ديس هالب لذلك زيه ايش نشت جابن فيرن. انا ما بحبش اتفرج على التلفزيون. ناخدم ابند ايسن كانت موجوده فوق في الملاحظات بعد العشاء. جه ايش يدن طاج فوقه انس بيت. ايش جه انس بيت؟ رايح للبيت السرير، يعني رايح يعمل ايه؟ شلافن ينام. اين مال مره انديا فوخي في الاسبوع. جه ايش اندي شتات، بروح فين؟ المدينه. كنت كوف اين علشان اتسوق. نوع ام فوخن اندي فقط في نهايه الاسبوع. هاب ايش في غاي انا عندي وقت ايه؟ فراغ. زامستاكس كل يوم سبت. شفيمي ايش ام مورجن فور اين شتوندي. انا بروح اعوم لمده قد ايه؟ ساعه. ابا اتسوم فريزويا. ولكن بالنسبه بقى للكوافير وكده جه ايش ايما ام زامستاج ابن. بروح امتى؟ في مساء يوم السبت. برافو. ضن بعد كده تغيف ايش مش مايستنس. غالبا بتقابل مع مين؟ متفغويندن مع اصحابي. ام زونتاج يوم الحد. غايزن فيا جيرن اوضه ماخن او سفلوج، يا اما بنعمل رحلات او بنعمل جولات. ام ليبستن افضل حاجه بنحبها. فار ايش مت اينن انسميا. بنروح فين؟ بنروح البحر. لو انا ركزت لمده دقيقتين هلاقي ان اغلب الكلمات اللي انا علمت عليها كلها عباره عن ايام الاسبوع والساعه واجزاء اليوم والكلام ده كله. دي القطعه قدام سعادتك. انا قاري كده قريناها بسرعه. اعمل ايه بقى تحت؟ انزل تحت. اهم حاجه بقى يا باشا انك تعمل ايه بقى؟ انك تنزل على الاسئله اللي تحت ترجم الاسئله. ترجم الاسئله. اول حاجه اول سؤال عندنا بيقول لك ايه بقى؟ طبعا هنكبرها لك تاني اهي. دي تكست القطعه اللي فوق، وانا قلت السؤال ده اجباري في الامتحان ما تنساش. سؤال اجباري اهو. دي تكست شبريشت ايبا. القطعه بتتكلم على ايه؟ تينا ستاج يوم تينا
ولا اين غايز mit تينا رحله مع تينا، ولا تيناس اربايت، ولا تيناس فوخ؟ هنا ناس كتير قوي بتلخبط. هو الموضوع كان بيتكلم على ايه؟ يوم تينا ولا الاسبوع؟ لو انا ركزت دي كانت شغاله من الاثنين للجمعه، ويوم السبت بتروح للكوافير، ويوم مش عارف ايه بتقابل اصحابها، يوم واحد ولا لا دي ايام كامله. يبقى بيتكلم على حاجه اسمها ايه بقى؟ تيناس فوخي، الاسبوع بتاع مين؟ تينا. برافو عليك. السؤال الثاني ده ايه ده؟ في لونج دي اداه ايه؟ استفهام. شاطر يلا برافو عليك. يعني عندي اسئله هتبدا بادوات ايه؟ استفهام. عيد ده اول سؤال اهو. في لونج يعني ايه في لونج؟ اترجم. في لونج معناها كام ايه؟ كام المده؟ في لونج اربايت التينا يدي فوخ، هي كل اسبوع بتشتغل قد ايه؟ المده اللي بتشتغلها انا فاكر فوق قالت لك انا بشتغل من يوم الاثنين لحد يوم الجمعه، اقعد عد على اصابعك كده تلاقيهم كام يوم؟ فم في طاغي كام يوم؟ 5 ايام. برافو عليك. السؤال اللي بعده فو است تينا ايما تسو ابند، هي ايه البت تينا دي؟ بتتعشى دايما فين؟ بتاكل فين دايما؟ لو انا ركزت وفاكر هتلاقي موجوده في القطعه بالنص. سو هاوز في البيت، دين زي كخت جنة علشان هي بتعرف تطبخ كويس. تينا شليفت تجلش، تينا بتنام يوميا كل يوم. كل اللي شاف السؤال ده جري بسرعه اختار فوقه ام 6 اور. هي كانت بتصحى الساعه 6، انما كانت بتنام دايما امتى؟ البنت يعني ايه؟ بتتعشى دايما وتعمل ايه ها؟ وتنام، ما تعملش حاجه ثانيه، بتتعشى وتنام. يبقى امتى بقى؟ يبقى ناخ ديم ابند اسم بعد العشاء. برضو الاجابه موجوده في القطعه مباشره خالص. السؤال ده بقى امظم استاج ابند في مساء يوم السبت، لو رجعت للقطعه فوق بتعمل ايه؟ اللي بيستعجل بيقول لك ايه بقى؟ ماخ انتينا بيعملوا جولات موجوده في القطعه، بتروح الكوافير موجوده في القطعه، بتروح تعوم موجوده في القطعه، كل المعلومات كلهم موجودين في القطعه. لكن بالتحديد مساء يوم السبت كانت بتعمل ايه؟ كانت بتروح الكوافير. يبقى جيت تينا تسوم فريزويا ضن، وبعد كده تريفت زي ايغي فروين دي بتروح تقابل اصحابها. تمام. هنا السؤال ده تينا زورفت نشت ام انترنت، ما بتحبش تتصفح في النت، ولا ليست كاين بوشة ما بتقراش كتب، ولا كخت نشتجي ما بتحبش تطبخ، ولا زيت نشتجر نفر ما بتحبش تتفرج على التلفزيون. طبعا هي دي المعلومة السليمة. تخيل بقى يا شباب، تخيلوا ده امتحان السنة اللي فاتت ده 2022 اللي في ناس نقصت فيه، لو هم كانوا او انت التزمت بالملاحظات اللي انا جبتها لك فوق بالاعداد والساعه والكلمات المتشابهه والمتناقضه والارقام وايام الاسبوع واجزاء اليوم والكلام ده كله، كنت هتغلط في قطعه زي دي؟ صعب جدا طبعا. طيب تعالى، مش عجباني القطعه دي، هتقولي دي قطعه سهله، احنا عايزين قطعه اصعب من كده يا هير. وماله، مفيش مشكله عادي خالص، نجيب لك قطعه اصعب شويه، وكمان قطعه فيها الملاحظات اللي احنا قلنا عليها. طيب تعال نثبت المعلومات اكتر بالقطعه الثانيه برضه امتحان السنه اللي فاتت. القطعه اللي قدام سعادتك ده حد ملاحظ على شكل ايه زي ما اتفقنا؟ على شكل ايميل. هنا في مرسل اليه، وفي تحت نادين هي اسمي اللي كتبت القطعه كلها. طبعا خلي بالك ان اغلب المعلومات كلها المفروض هتخص مين؟ نادين، عشان هي اللي بتحكي. نادين قالت ايه بقى؟ يتست بين ايش شون دغاي مناطق ان هامبورج. انا دلوقتي بالفعل بقى لي 3 شهور موجوده فين؟ في هامبورج. ماين دويتش كورس فين دي ايش جوت، انا شايف ان الكورس بتاعي ده ايه؟ كويس. انت انترسانت وشيق او مثير. تمام. ايرست فون مونتاج باسم فوخ، ميعاده امتى؟ من يوم مونتاج الاثنين باسم فوخ ليوم الاربعاء. على فكره يا جماعه اهم يوم عندنا، لو اي حد بيجيب سؤال على ايام الاسبوع غالبا بيجيب كلمه ميد فوخ الاربعاء. ليه؟ يقول لك اصل الطلبه كلها حافظه ان ايام الاسبوع اخرها كلمه طاق، فانا بقى هجيب لهم ميد فوخ المختلف اللي هو يوم الاربعاء يعني. فركز في الاربعاء ده. يبقى الكورس من الاثنين للاربعاء، يبقى كام يوم؟ 2 3 4 3 ايام. فون نوين من الساعة 9 بيست فول فور لحد الساعة 12، بيقعد كام ساعة؟ ترجم على طول 3 ساعات. ده هاب ايش فيلي كوليجن اوس فيرشيدينين ليندرن كيننج ليرنت. انا اتعرفت على طلبة كتير، زملاء كتير من دول مختلفة. ايش فوني ان اينم فون هايم ميت اينا كوليجن اوس ايطاليا. انا ساكنة في مجمع سكني مع زميلة ليا منين؟ من ايطاليا. جستا امبارح هاب ايش ادفاس شليمس جماخت، حصل لي حاجه مش كويسه. ايه الحاجه دي؟ قالت لك بقى قمت 22 Uhr الساعه 22، يعني الساعه كام مساء؟ الساعه 10 مساء. هاتي ايش شتاركي باوخ شميرتسن، جالي مغص الم شديد في البطن. لايضا للاسف فارن فاست الي براكسين جشلوسن، كانت كل البراكسين العيادات كلها جشلوسن يعني مغلقه مقفوله. Meine Kollegin ist mit mir in ein Krankenhaus gefahren. صاحبتي راحت معايا لكرانكنهاوس يعني مستشفى. Dort هناك hat mich der Arzt untersucht، الدكتور كشف عليا
und mir Tabletten gegen Schmerzen gegeben واداني اعطاني ادويه او اقراص ضد الايه الشميرتسن الالم او المرض اللي عندها. ميندستنس على الاقل خالص زول ايش او خفوت غاي طاجي نوع جيموزن تسوبي اسن لازم اكل شوربه خضار لمده 3 ايام. جميل. Der Arzt hat gesagt هو قال كده جموزي شمكت مي ابا نشت لكن انا الخضار ده ما بستحملوش ما بحبوش. اي حاجه مسلوقه ما حدش بيحبها. ديس هالب علشان كده نيمي ايش نودل تسوب هناخد شوربه كده مع شعريه مع مكرونه. جوت زاي دانك الحمد لله. يت دي مهمه جدا بقى. الان هاب ايش كاينه شمغتسن ما عنديش وجع او الام خلاص. فان كونين فيا اونست غيفن يا ترى هنقدر نتقابل امتى؟ خد بالك من دي. بريمن دايني هايمات شتات بلدك انت مدينتك اللي انت عايشه فيها است شو نيشت فايت فون هامبورغ مش بعيده عن هامبورغ. الناس الشاطره اللي هتركز في السطر ده المدينه بتاعتك بلدك انت دي مالها مش بعيده عن هامبورغ اللي هي مدينتي انا. حلو قوي. دو كانست دوخ كومن هتقدري تيجي ان شاء الله. انت متمية هير اين تاج في برينجن ونقدر نقضي يوم مع بعض. تخيلوا القطعه دي طلبة كانوا بيقولوا عليها صعبة السنة اللي فاتت مع انها ان شاء الله تبقى كويس. تعال نشوف الاسئلة اللي جاية على القطعة. تعال اول سؤال اهو. نادين شغايب تاين ايميل ايبا. هي نادين بتحكي عن ايه؟ ما انا قلت لك اول سؤال هيجي لك في القطعتين الاولى والثانيه يقول لك القطعه بتتكلم على ايه؟ هي بتكتب عن ايه البنت دي؟ ايرن دويتش كورس الكورس الالماني بتاعها ولا ايرن تاجس ابلاوف الروتين اليومي بتاعها ولا اير فون هايم مكان السكن بتاعها ولا ايريك غانك هايت ولا المرض بتاعها. كان في مشكله في الحل طلبه كتير اتلخبطت قالت لك ما هو حكت شويه عن الدويتش كورس بس قلب الموضوع كله من السطر الثاني لحد الاخر كله كان بتحكي عن ايه؟ كان بتحكي عن الكرانك هايت عن المرض بتاعها وصاحبتها وراحوا العياده ولها مقفوله والدكتور ونصحها بتاكل كذا وتاخد كذا. يبقى بيتكلم على المرض. في جيتس نادين يتست دي مهمه جدا. هي نادين دلوقتي حالها عامل ايه؟ يا ترى اس جيت ايه جوت هي دلوقتي كويسه دلوقتي ولا ايه باوخ توت اما في ولا بطنها بتوجعها على طول ولا زي است نوخ كرانك ولا ما زالت لسه مريضه او تعبانه ولا اس جيت اير نيشت جوت ولا حالها مش كويس. الثلاث اختيارات بنفس المعنى فطبعا البنت بقت اس جيت اير جوت يعني حالها بقى كويس. نادين كورس الكورس بتاع نادين ماله؟ دي معلومه انا لازم افهمها هي مش موجوده في القطعه بالنص. جفلت اير نيشت او استبعد يا جماعه. انا لقيت نفسي دلوقتي مش عارف المعلومه استبعد المعلومات اللي غلط. بمعنى جفلت اير نيشت مش عاجبها. طب هي فوق بتقول لك الكورس كويس. ماخت زي اونلاين هتعمله لوحدها بمفردها. طب هي عندها زملاء كتير في الكورس من جميع انحاء العالم. ولا است ان ايطاليا ولا الكورس في ايطاليا ازاي هو اصلا في هامبورج. يبقى انا لو استبعدت هوصل في الاخر للحل بتاعنا حتى لو انا مش عارف معنى الكلمه ومش عارف المعلومه. است انترناسيونال يعني ايه؟ عالمي دولي في طلبه من جميع انحاء العالم. 10 فان فار نادين كرانك هي امتى كانت مريضه؟ مورجن فوق ولا فوق جيسترن اول امبارح ولا فوق دغاي طاجن قبل 3 ايام ولا جيسترن ابند؟ هي كانت بتقول لك امبارح يبقى جيسترن ابند ليه؟ امبارح بالليل. السؤال اللي بعده. السؤال ده خلاص ملوش اختيارات. بيقول لكم عندي انا الاختيارات اللي جايه ان شاء الله. خلاص كده احنا حلنا كام قطعه يا شباب؟ حلينا قطعتين. كده احنا بفضل الله تعالى شرحنا القطعه بكل تفاصيلها بكل ملاحظاتها وطبقنا عليها وحلينا عليها. سعادتك امسك بقى 5 6 امتحانات وحط الملاحظات قدامك وابدا حل في القطع واي حاجه هتقف قدامك ارجع للملزمه اللي معاك وان شاء الله تعالى هتقدر تحل القطعه كلها صح بس بشرط انك تلتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. حاولت على قد ما اقدر ان انا اسهل لكم ازاي تحل القطعه في الامتحان وان شاء الله تعالى اوعدكم باذن الله تعالى ان انا هعمل لك برده فيديو جامد جدا 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 عن السؤال اللي عامل مشكله للناس كلها اللي هو سؤال ايه؟ المواقف اليوميه. اغلب الناس ما بتقربش منه. مواقف ايه وبتاع خد احفظ كده وحل. لا ان شاء الله تعالى هنحاول نحل برضو مشكله المواقف اليوميه في الفيديو اللي جاي. يبقى احنا كده بنكمل مراجعات ليله الامتحان. انا مقسمها ليه فيديوهات عشان تذاكر كل سؤال لوحده وتروح تطبق عليه. ذاكر السؤال لوحده وروح طبق عليه على طول. هيتبقى عندنا بعد الفيديو بتاع المواقف اليوميه فيديو واحد تاني او فيديوهين بيشرح كل الجراماتيك بتاع منهج ثالثه ثانوي كله. ما تنساش تنصح زمايلك بالفيديو تعمل له شير على صفحاتنا كلها
واشوفكم ان شاء الله تعالى باذن الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او في دازين.